روى الإمام الطبراني في الكبير بإسناد جيد عن سيدتنا أم أنس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أوصني. قال: اهجري المعاصي فإنها أفضل الهجرة، وحافظي على الفرائض فإنها أفضل الجهاد، وأكثري من ذكر الله فإنك لا تأتين الله بشيء أحب إليه من كثرة ذكره. ما أعظم نساء الصحابة رضوان الله عليهم، يأتون سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ويسألونه الوصايا التي تنفعهم في أخراهم. هذه سيدتنا أم أنس تقول: يا رسول الله أوصني. فأوصاها صلى الله عليه وسلم 3 وصيات جامعة لخيري الدنيا والآخرة. الأولى: اهجري المعاصي فإنها أفضل الهجرة. اتقي المحارم تكن أعبد الناس. قال في حديث آخر: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فاتوا به ما استطعتم. فالعبادة هي أن تترك الحرام، أعظم عبادة هي أن تجاهد نفسك على ترك المعاصي، فإنك في هجرة، فإنها أعظم وأفضل الهجرة أن تهجر ما نهاك الله عنه، وهذا يحتاج إلى يقين في الله ومجاهدة. أما الطاعة فيفعلها كل أحد. جاء عن سيدنا علي زين العابدين بن الحسين رضي الله عنه وعن أجداده أنه قال: الطاعة يفعلها البر والفاجر، والمعصية لا يتركها إلا صديق. فإذا أردت أن تكون من الصديقين فاهجر المعاصي، معاصي العين، معاصي اللسان، معاصي القلب، معاصي اليد، كل المعاصي التي تبعد عن الله. واهجر المعاصي فإنها أفضل الهجرة، وحافظي على الفرائض فإنها أفضل الجهاد. بدأ بالتخلي ثم التحلي. بعدما تهجر المعاصي فإنك إن أردت الجهاد في سبيل الله الذي لم يكلف به النساء، فإن أفضل الجهاد أن تحافظي على الفرائض، الصلاة في وقتها، وعلى الفرائض القولية والفعلية والقلبية والظاهرة. حافظي على كل ما تعلمين أن الله قد فرضه عليك، فإن فرض عليك شيء وحافظت عليه فهذا أفضل الجهاد. ثم ختم بما هو أعظم من كل ذلك فقال: وأكثري من ذكر الله. أكثري من ذكر الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، الصباح في المساء. أكثري من ذكر الله ليكن لك جلسات مع الله. القائل في الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني. اجلسي واذكري الله لمدة نصف ساعة أو أقل أو أكثر على حسب النفحة وعلى حسب اللذة والذوق. وأكثري من ذكر الله. ثم أعطانا ما يرغبنا في الإكثار من الاستغفار ومن الصلاة على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذكر لا إله إلا الله، ومن تلاوة القرآن، ومن التسبيح والتحميد ونحو ذلك. أعطانا ما يرغبنا في ذلك فقال: فإنك لا تأتين الله بشيء أحب إليه من كثرة ذكره. فإذا علمت أيها المؤمن أنك لا تقف بين يدي الله بشيء وفقت إليه في الدنيا أحب إليه من كثرة ذكره، فأكثر من ذكر الله. والكثرة في هذا الزمان لها عدة معاني، من أوضح معانيها أن يكون لك وقت تذكر الله فيه، وإن ظهر لك أنه ليس بالكثير مدة أو عددا، فإن حافظت عليه صباح مساء فأنت في الكثرة، لأن السر الذي يؤثر في القلب إنما هو الدوام. فداوم على وقت قليل واذكر الله فيه، فأنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.